الكبار بقى من اول ليوناردو دافنشي ونيوتن وبتاع ما دخلوش مدارس، صح؟ كانوا بيتعلموا. احنا هنرجع تاني للعصر. دلوقتي احنا معتبرين ان اللي بيدرس مثلا هندسه ومعاه علوم اقتصاد ده بيعمل حاجه غريبه. ده كان الطبيعي، ما كانش اسمها علوم بينيه ولا حاجه خالص. هو كان واحد زي ابن سينا كان بيتكلم في الهندسه وكان بيتكلم في الطب وكان بيكتب شعر، فده كان طبيعي، كان ده العادي. احنا هنرجع لده لانك فعلا تخيل ان الشهاده اللي خدتها انا زمان من الجامعه بتاعت الدكتور حسام ايه معناها النهارده؟ يعني انا معلق شهاده على الحيط خدتها سنه مثلا 79 80. تفتكر بعد 40 سنه الشهاده دي يا جماعه الورقه اللي بنحارب عشانها دي مش ليها اكسبريشن ديت كده زي ازازه اللبن اللي في الثلاجه؟ ملهاش معنى. بعد سنه الدنيا كلها بتتغير. يعني معنى الكلام ايه؟ هنتعلم على طول. رحله التعلم ما بتخلصش. التكنولوجيا اللي حضرتك بتسال عليها ما كانتش موجوده وانا بكتب رساله الدكتوراه. في امريكا في جامعه عظيمه كنا بنكتب الدكتوراه بالتايبرايتر. يعني ما كانش الورد بروسيسورز اتخلقت وانا معلق شهاده دكتوراه كده. يبقى انا اتعلمت التكنولوجيا بعد ما خلصت، بعد ما علقت شهاده كنت بربع على الارض بعلم نفسي بقى، لان الحاجات دي بتيجي وانت انا قاعد في البيت بذاكر اي عادي جدا النهارده. طلع مش لازم اروح مدرسه عشان اخد. طيب في حاجات كتيره هتتغير في الكام سنه اللي جايين، من ضمنها نظم التعليم كلها ونظم التقييم الشهادات اللي هي يعني الناس هتتقيم ازاي؟ لما تروح تقدم على شغلانه الراجل هياخد الشهاده اللي انت جايبها له عمرها 25 سنه ولا يعمل لك انترفيو؟ ويعمل لك انترفيو طبعا لانه مش معتاد بالشهاده دي خالص. الشهاده دي ادمت ما بقتش تفرق معاك. على فكره بس عاوز اقول معلومه يمكن الناس ما كانتش شايفاها ساعتها. لما حاولنا نعمل نظام تعليم جديد في مصر سنه 17 وطبق 18 الولاد اللي دخلوا اولى ابتدائي حضراتكم تذكروا في سنه 18 وصلوا اول اولى اعدادي. الاساس اللي اتبنى عليه المناهج اول سؤال سالناه نفسنا سنه 17 يبدو تاريخ صحيح على فكره بقى 7 سنين. هو انا عاوز الطفل اللي جاي لي ده في اولى ابتدائي يبقى شكله ايه بعد 14 سنه مثلا؟ سؤال صعب جدا لان دي مده طويله جدا. طب انا هعلمه ايه؟ السؤال ده لو سالناه النهارده هنتعب في الاجابه. اعلمه ايه دلوقتي لما في اي وبتاع؟ الاي ده مش عدو، لازم اتكيف معاه. بس هل اعلمه بنفس الطريقه اللي كنا بنتعلم بيها رياضيات